انا لما خلصت كليه طب اسنان خلصت بقى النظري، طبعا جزء النظري معاها، وابتديت بقى ان ايه اطلع لسوق العمل علشان بقى امارس. كنت فاكر نفسي جونيور بقى ولسه لسه مخلص بقى خالص، ففاكر نفسي ان انا هخش اي عياده هرفص الباب برجلي كده والسلام عليكم هشتغل على طول وياخدوني على طول بقى واكسب فلوس واجيب العربيه المرسيدس. لكن للاسف الواقع غير ده خالص. قعدت في الاول اتكحرت بتاع 3-4 سنين في الاول كده في مستوصفات شفت فيها عجب العجاب. مستوصف تروح فيه تلاقي الكرسي بيشتغل بالمنافله، تقعد تعمل كده 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 على الكرسي لغايه لما الكرسي يطلع وينزل، بيطلع كده بتعمل برجليك كده. هي البدايات كده. كرسي رحت مستوصف تاني تلاقي جايبين جهاز التعقيم حل الضغط ومسمينها جهاز تعقيم وهو مش بيعقم ولا اي حاجه. تروح مستوصف تاني تلاقيه اصلا مستوصف اسما بس ما فيهوش شغل، تقعد بالشهر وبالاسبوع ما بيخشلكش حاله، رايح جاي على الفاضي. قعدت فتره كده 3-4 سنين في الاول كده بتكحرت، بروح مستوصفات بروح لغايه ما في الاخر الحمد لله استقر بيا الوضع ان قعدت في العياده يعني في عين شمس 4 أو 5 سنين، 5 سنين تقريبا. ثم بقى استقر بيا في عياده تانية في مركز يعني. ثم بعد كده استقر بيا فتحت منها عيادتي بقى الحمد لله اللي احنا بقى لنا فيها 3 سنين دلوقتي يعني.